محتارة تعملي ايه للأولاد؟ جايبالك وصفة حلوة قوي وجميلة من حبايتين موز هتعملي أجمل وأحلى حاجة حلوة قوي للأولاد وهم بيعشقوها. هتجيبي حبايتين من الموز وهنجيب مع بعض كده بيضتين. هنجيبه طبعا الموز هنقطعه كده في الكبة وهنفرمه فرم ناعم خالص. وبعد كده هنضيف 3 معالق من السكر، معلقتين من الزيت، يتفرموا كويس في الكبة. وبعد كده هنضيفهم في بولة. احنا عاوزين القوام ده للموز، تمام كده. وبعد كده طبعا هنجيبي البيضتين هنضيفهم كده على الموزتين. وبعد كده هنضيف نص معلقة من الخل علشان ريحة زفارة البيض. هنقلبهم تقليبة. وبعد كده هنضيف كوباية من اللبن، هنقلبهم. وهنضيف رشة من الفانيليا. وهنجيب كوبايتين من الدقيق هنقلبهم كده واحدة واحدة. مش عاوزين في العجينة أي تكتلات، لازم تحاولي إن انتي تنعمي. عاوزين القوام يوصل معانا زي طريقة الزلابية زي ما انتي بتعمليها بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده هو ده القوام اللي احنا عاوزينه. طبعا هتعملي الطاسة هتضيفيها على النار وهتعملي كده بالفرشة بالزيت بحاجة بسيطة خالص. وبعد كده طبعا هتضيفي طبعا حبة تكبري حبة تصغري طبعا ده حسب يعني اللي انت عاوزاه. هنقلب كده واحدة واحدة كده. بس اهم حاجة نهدي على النار عشان لو عليت النار هيتحرق منك. يعني يا دوبك ياخد لون دهبي خفيف كده، تقلبيه اللمة التانية وبعد كده تشيليه. ما شاء الله ممتاز جدا روعة. الأطفال هتفرح بقى أوي، وكمان الأطفال في وقت امتحانات وعاوزين طبعا شوية تركيز كده. ما شاء الله ممتاز جدا وروعة. طبعا هتزينيه طبعا بأي حاجة، يعني أي فواكه عندك موجودة. اللي كان متاح عندي الفراولة فأنا زينت بيها كده. تزينيها أي تزيينة طبعًا تحبيها وأولادِك يحبوها. صوص الشوكولاتة أو صوص الفراولة طبعًا ده اللي كان متاح عندي. ما شاء الله الطعم كان خيالي، الطعم كان حاجة تانية. حاجة كده خفيفة كده عملتها للأولاد وهُم كده بيذاكروا كده عشان يعرفوا يركّزوا. ما شاء الله ممتازة جدًا وروعة. بجد حاجة حلوة أوي وحاجة ممتازة. أنا عن نفسي كلت منها، يعني مش للأطفال بس، كبار وأطفال. جربيها اعمليها للأولاد هم يحبوها قوي، وكمان هيطلبوها منك كل شوية ان انت تعمليها. اتمنى طبعا يكون وصفتي النهارده عجبتك، اتمنى منك بلايك وشير، اتمنى منك بدعوة حلوة. مع الف سلامة.